يا سيدي العارفين، انا جاي لك مديون ومكسور، محتاج فلوس يا سيدي، رزق وسع من عندك، نفسي اتجوز افتح بيت واجيب عيال يشيلوا اسمي، والله تعبت من الدنيا، ارزقني ما تسيبنيش وحدي، بالله عليك يا بدوي انا في رقبتك، عاوز السلام فلوس، عاوز عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل يا جماعة يقول في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فربنا بيقول لك أنا قريب مني، أنا قريب منك، قريب منك. بتدعو غيري ليه؟ أهو إني قريب، وإيه كمان؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني كمان بستجيب لك الدعاء اللي أنت بتدعوه لي. فاروح ليه اسال البدوي ولا اسال الحسين ولا اسال السيده عائشه؟ وخلي بالكم يا جماعه بيحصل في الاماكن دي اقوى من كده. لذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاه في المساجد اللي فيها قبور بسبب المصايب اللي بتحصل اللي زي كده يا اخواتي. ربنا يسترنا. فيا جماعه ما حدش يروح يعمل الكلام ده، لان الحاجات دي يا جماعه شركيات وشرك بالله عز وجل، بل كفر كمان. فما حدش يروح يستغيث بالبدوي ويستغيث بالناس دي ويقول لك ارزقني يا بدوي واشفيني وارزقني بمولود. ده كفر. عايز حاجه حبيب قلبي اطلبها من الله عز وجل. عايز حاجه قول لربنا، ربنا بيقول لك انا قريب منك اهو. بارك الله فيكم واصلح حالكم. محدش يا جماعه يروح الاماكن دي ومحدش يعمل الكلام ده، لان ده ما فيهوش هزار، ده ما فيهوش هزار. عايز حاجه اطلبها من ربنا وانت في بيتك وانت في مسجدك وانت في مكانك. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.